مصطفى مدبولي عاوز يقول لكم حاجة مهمة. مهمة جدا. مفيش حكومة بتبقى عايزة تاخد قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع. تأكدوا جميعا ان اي قرارات بزيادة اسعار او تحريك اسعار او تحريك الكلام ده كله بيبقى اخر شيء اي حكومة عايزة تعمله هو ان يتخذ قرار زي ده. مش عايزين نحمل المواطن، احنا عارفين كويس قوي الاعباء اللي بيتحملها المواطن. فاحيانا لو عندي مساحة ان انا اتحمل ولفترة ما بعض الاعباء، احنا بناخد الاجراء ده وخدناه على مدار الازمات اللي فاتت، وارجأنا زيادات حاجات كتيرة جدا، وكان على امل ان الازمة تخلص او الازمات تخلص. لكن مش هتخلص معاكم يا مصطفى مدبولي، لان انتوا عصابة بتشتغلوا ان انتوا بتصنعوا ازمات للناس يوميا. في تحديث، انتوا يوميا بتصنعوا ازمات في البلد علشان تداروا على الثروات اللي انتوا عمالين شغالين بتزودوا فيها ثرواتكم. انتوا شغالين على تزويد ثرواتكم. سوء اداره، مفيش اداره، الدوله مفيش فيها اداره صحيح. رئيس وزراء لافف كرشه في فالنه وما يفهمش اي حاجه اقتصاد، ولا ليك دعوه باي دراسه اقتصاد، ولا ليك دعوه باي حاجه. مالكش دعوه بحاجه، انت الاقتصاد بعيد عن دماغك خالص. كلكم كل واحد فيكم لافف كرشه في فالنه ومش عارفين تديروا الدوله. عندنا شباب حلو وشباب محترم وتعليم وكل حاجه ودارس اقتصاد وكل حاجه، بس انتوا بتحبوا العواجيز اللي ما بيعرفوش، ما بيفهموش حاجه غير ان هم بيسرقوا. انما يديروا دولة ويظبطوا اسواق ومراقبة اسواق والكلام ده، انتوا ما عندكوش الثقافة دي. انتوا عندكوا ثقافة تزويد، عندكوا ثقافة لتزويد ثرواتكم فقط. روح يا مدبولي.